مساء الخير لأحلى عالم بالكرة الأرضية ولأحلى متابعين. مثل ما كنتم شايفين عنا تاج الملك وعنا الكبة النية اللبنانية. فهلا رح نبلش بنقول بسم الله وبنبدأ فيديو اليوم. هلا بننقع البرغل حسب الرغبة، يعني انتوا الكمية اللي بدك تعملوها بتعملوها. فنحن هاي الكمية بتعمل صحنين ويعني محرزين بيشبعوا يعني بزيادة. الحمد لله نعمة كريم. فهلا بعد ما نقعنا البرغل شي ربع ساعة وكبينا منّن المي، نحط لهم البهارات كمان حسب الرغبة، بس أهم شي الكمون، البهار الأسود، الملح، شوية قرفة، وهلّأ بنحط لهم دبس الفلافلة. فمتل ما كنتم شايفين بندعكن كتير منيح، ما تخافوا من اللون، اللون هيدا من دبس الفلافلة يعني عادي يصير اللون هيك. وأكيد اللحمة هبرة، بتقدروا كمان تستخدموا اللحمة اللي انتوا بتفضلوها، مش ولا يعني نوع معين، بس اللي بدكن اياه تعملوا. هلا هيك بنخلطهم مع بعض لحتى يتجانسوا. هلا بنقسمهم على قسمتين مثل ما انكم شايفين، وهيدي التزيينة. ان شاء الله يكون عجبكم التزيين يا جماعة الخير. بيرفكت حتى طعمتهم طلعت طيبة، مع انه انا مش من محبين يعني الكبنة، بس باكلها. واكيد الزيت الزيتون ما بننساه. فهلا بننتقل للتاج الملك. أنا هلأ في لقطات مثلًا عملنا بطاطا مقلية، عملنا رقاقات، ما صورت لكم لإنه مشاركتكم قبل هيدي التفاصيل. مشاركتكم آخر لقطة يعني وقت حطينا كل شي. فهلأ هون بنبلش بعجينة العسمة اللي هي يعني عجينة الكنافة. ف بنفرفدها عن بعضها متل ما انكم شايفين بالفيديو. هلأ هاي فيها صعوبة شوي، بس أكيد بيمشي حالها، ما في شي مستحيل. لا خوف من شيء، سنمضي قدما. وبنغطي القسم الباقي حتى ما ينشف. وهلأ متل ما نكون شايفين بنعمل خيط متل هيدا، وبنبخ المي لحتى نقدر نلفها على أصبعنا. هلأ إذا عندكم طريقة تانية باللف فمش مشكلة، بس هيدي طريقة سهلة وبسيطة. وأيهم أكيد ابني مشاركني بالحر وباللعب. الله يخلي لكم جميع أولادكم، وإن شاء الله يكون رمضان عليكم مش صعب، وتلاقوا اللي بدكم إياه. فهلأ كانت أول تشكيل بهيدي الطريقة متل ما انكم شايفين، وأنا عملت لكم كمان حبة تانية حتى تشوفوا كيف. ما بدنا نكبرها كتير ولا نطخنها ولا نصغرها، يعني على حسب الحجم. فما بعرف اليوم. المهم فهيدي نمبر 2 لتاج الملك، وأكيد هي بخاخة المي العالمية. فهلا مثل ما انكم شايفين، وهلا بنكون نحن محمصين مكسرات قبل. هلا في ناس بتحط كمان يعني مكسرات بتكون بقطر. فهلا هيدي الطريقة أسهل وأهين. كاجو، لوز، عبيد، بتقدروا مثل ما انكم شايفين. كمان بتقدروا تحطوا المكسرات المتوفرة، مش شرط كمان 3 أنواع أو نوعين، هيدي حرية شخصية. فهلأ من بعد ما عملنا 3/4 الصينية، يعني أنا عم حط المكسرات حتى نشهل ونلحق. مثل ما بتعرفي يعني الكهرباء مغادرتنا، فلهيك بدنا نلحق الطاقة. هلا هول الفاضيين ما تعتلوا هام، إلن دبار تاني لأنه ما كفوا المكسرات. إلن دبار تاني، وأكيد بحشوة بتطلع طيبة كمان، مش يعني أي شي. فهلا هون بعد ما خلصنا الصينية حطيناها على جنب، بنعمل سمن وزيت كرمال نسرع عملية الاستواء، وما تطلع طعمة زيت على الحال. لا مش طيب هيك زيت على الحال، فسمن وزيت بيكون تمام. وأكيد بنكون نحنا مجهزين القطر قبل بوقت وبارد على الآخر، يعني لحتى مجرد ما طلعنا الصينية نحط لها القطر دغري. فلما متل ما نكون شايفين ما بندلق السمن
فورًا كرمال ما يفلشوا معنا، فمنحط بالملعقة شوي شوي على كل وحدة، وهيك منكون خلّصناه منكون محمّيين على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لتحمر، وإذا بدكن تحمروها من تحت قبل فوق كمان مش مشكل، عادي جدًا، بتقدروا تحمروها من تحت وبعدين من فوق، ما راح يصير لها شي، بس من فوق ومن تحت يعني أسرع. ومع المراقبة يا جماعة وكل مين هو وفرنه، نحن ما دخّلنا، هتقولوا احترقوا وروحوا علينا، وهلّأ هيخلصوا صحتين وعافية، وباتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، يلّي وصل لهون ما ينسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكن كل شي جديد. أهم شي ما تنسوا تعليقات حلوة متلكن، وما تنسوا اللايكات يا جماعة الخير لأنكم عم تنسوا اللايكات. ف وهيدي كانت وصفتنا لليوم، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. perfect طلعت perfect. فشايفين اللون غير شكل ما شاء الله تبارك الرحمن، شي ولا أروع من هيك. وهلّأ أكيد بدنا نحطّن بالصحن، وهيدي صحن التقديم. وشايفين اللي قُلت لكم فاضين عليُّن نحن، فمتل ما قُلت لكم هول الفاضين حشيناهن شوكولا، بتقدروا تحشوا كمان باللي بدكن إياه. هون الخيارات مفتوحة على مصراعيها اللي بدكن إياه. وهيدي السفرة رقاقات، كبّة نيّة، سلطة، بطاطا. الحمد لله نعمة. باي باي.